السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك للمملكة العربية السعودية بالفوز بإكسبو. حد يعلم إيش هو إكسبو؟ كثير من العالم، كثير من الناس ما تعلم إيش هو إكسبو هو معرض عالمي دولي يقوم كل 5 سنوات في بلد، وهذا يكون حول العالم بهدف عرض الإنجازات في مجالات عدة. يستمر المعرض لمدة 6 شهور، يجذب خلاله ملايين الزوار لهذا البلد المستضيف لهذه الفعالية بهدف التعرف على الأجنحة والفعاليات المقامة داخل المعرض، والتي يتم تنظيمها من قبل ملايين المشاركين الذين يتواجد بينهم الشركات والحكومات والمنظمات. يعتبر إكسبو هو ثالث حدث عالمي يعتبر بعد كأس العالم ودورة الألعاب الأولمبية من حيث الصدى الاقتصادي. ما هو تاريخ إكسبو؟ أقيمت الدورة الأولى من معرض إكسبو سنة 1851 في لندن تحت لواء المشاركة الإنتاجية لتعزيز العلاقات الدولية وتسليط الضوء على أهمية التنوع الثقافي ودوره في إثارة الصناعة والتكنولوجيا. حضر المعرض آنذاك حوالي 6 ملايين شخص، وتم تحصيل إيرادات واستثمارات في بناء متحف فيكتوريا والبرت. الدورة الثانية التي أقيمت على نطاق أوسع عالمي كانت سنة 1876 بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم إقامة معرض إكسبو في ذلك في عدة أماكن، منها باريس سنة 1900 ومدينة سانت لويس الأمريكية إكسبو 1904 وسان فرانسيسكو عام 1915 بلجيكا 1958 ومدينة أوساكا اليابانية في عام 1970 ومدينة فانكوفر بكندا 1986 ومدينة بارزيل الأسترالية 1988 ومدينة شنغهاي الصينية 2010. حيث كان معرض إكسبو في عام 2020 في الإمارات، دولة الإمارات العربية، حيث نقلتها نقلة نوعية كبيرة جدا. شعار إكسبو يتبنى المعرض شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، يضم ذلك الشعار تحت لوائه 3 موضوعات فرعية: خلق الفرص وسهولة حركة التنقل والاستدامة. وسيجعل إكسبو 2030 المملكة بداية انطلاق لكل جديد وشرارة نحو المستقبل، ومنه ستنطلق الشركات العالمية، وبذلك فإن إكسبو ما هو إلا بداية لما بعد إكسبو من مستقبل مزدهر ينطلق من العاصمة السعودية الرياض، التي تتهيأ لاستقبال ملايين الزوار بتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية وتهيئة المترو وطرق المواصلات من مطار الملك سلمان الدولي وصولا إلى المعرض. ويعد المعرض فرصة جديدة لتعزيز مكانة المملكة كلاعب مهم على الساحة الدولية، ويمكن للمواطن السعودي وكذلك السياسة السعودية من إبراز مدى كرم البلد وتسامحه وتقدمه اقتصاديا وفي مختلف المجالات.